هل انت بتشحن الايفون بتاعك بطريقه صح ولا لا، او بمعنى تاني ازاي تحافظ على العمر بتاع البطاريه. في شويه خرافات ليها علاقه بالشحن بتاع بطاريه الايفون، اكيد سمعنا عن حاجات كتير منها، زي مثلا حد يقول لك ما تخليش الموبايل بتاعك يشحن اكتر من 80%، او ما تخليش البطاريه تنزل عن 20%، او ان الشحن السريع بيبوظ بطاريه الايفون. في الفيديو ده هقولك على اهم 10 حاجات بتتقال عن البطاريه بتاعت الايفون، وهتعرف ايه فيهم صح وايه فيهم غلط، علشان في الاخر تقدر فعلا تشحن الايفون بتاعك بطريقه مظبوطه، والاهم ان انت تحافظ على العمر بتاع البطاريه. رقم واحد، انك لما تحط الايفون على الشاحن طول الليل ده هيبوظ البطاريه. وفي الحقيقه دي معلومه مترسخه عند عدد كبير جدا من المستخدمين، بيكونوا خايفين ان انا لما اسيب الموبايل على الشحن طول الليل بيحصل شحن زياده للبطاريه. بس ببساطه اي جهاز حديث موجود حاليا بيكون فيه وسائل حمايه، سواء هو موبايل او تابلت او لابتوب، بمجرد ان الشحن بتاعه بيوصل ل 100% الشحن بيقف. فده معناه ان انت لو سايب الايفون بتاعك على الشاحن طول الليل، اول ما بيوصل ل 100% بيوقف شحن. ولو حصل اي استهلاك للبطاريه عن طريق مثلا الشاشه ان هي بتشتغل كل شويه، بيرجع يعوض النسبه اللي فقدها من البطاريه تاني. مش بس كده، انت ممكن لو صحيت كمان في نص الليل ومسكت الايفون بتاعك، ممكن تلاقي رساله على الشاشه بتقول لك ان هو بيستخدم الشحن المحسن. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الايفون بيبدا يشحن البطاريه اول ما بتوصلها على الشاحن لحد لما بيوصل لنسبه 80%، وبعد كده بيوقف شحن. طيب بيكمل ال 100% امتى؟ في الحقيقه الايفون بيكون عارف الروتين بتاعك وعارف انت بتصحى الساعه كام. فلو افترضنا مثلا انك بتصحى الساعه 7 الصبح، فبيبدا قبل ما تصحى بشويه صغيرين بيكمل ال 20% اللي كانوا باقيين من البطاريه بتاعتك، بحيث ان انت اول ما تصحى من النوم تلاقي الايفون بتاعك مشحون 100%. طيب هو اصلا ده بيحصل ليه وفايدته ايه؟ هو في الحقيقه الشحن المحسن ده الهدف الاساسي منه ان هو يشحن البطاريه بشكل تدريجي علشان ما يرفعش درجه الحراره بتاعتها، وبالتالي ده بيحافظ جدا على العمر بتاع البطاريه. طيب ازاي اتاكد ان الميزه دي شغاله عندي في الايفون بتاعي؟ كل اللي هتعمله هتروح على سيتنجز، وبعدين باتري، وبعدين باتري هيلث، وهتتاكد ان الاوبشن اللي اسمه اوبتمايزد باتري تشارجنج مفتوح. وطبعا ما تنساش انك تقدر تتابع نسبه بطاريه ايفونك من نفس المكان. رقم 2، مش مهم نوع الكابل اللي انت بتستخدمه، وفي الحقيقه ده كلام مش مظبوط. علميا اي كابل في كونكتور بتاع الايفون هيشتغل عادي، بس برضو ده مش معناه ان هو مش هيضر الايفون بتاعك. زي مثلا تيل الفرامل بتاع عربيتك بيكون في درجه من الجوده انت ما ينفعش تنزل عنها حتى لو هتدفع اكتر شويه، وده برضو مش معناه ان انت تروح تشتري الكابل الاصلي، لانه في الغالب الكابل الاصلي ده بيكون غالي جدا. بس الاهم ان انت تتجنب الكابلات اللي بتتصنع تحت السلم ومش معروف مصدرها ايه. طيب المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انت تشتري كابل من شركه محترمه سمعتها كويسه، ويكون الكابل بتاعها واخد شهاده MFI. طيب ايه الMFI دي؟ MFI دي اختصار لميد فور ايفون، ودي شهاده ابل بتديها للشركات، زي مثلا انكر لو عاوزه تاخد شهاده الكابل عندها، ابل بتقول ان الكابل ده مطابق للمواصفات بتاعتها وينفع يشتغل مع الايفون بشكل امن وبدون اي مشاكل. طيب اقدر اعرف منين ان الكابل بتاعي ده واخد الشهاده بتاعت الMFI ولا لا؟ هو في الحقيقه في نقطتين. النقطه الاولانيه ان انت بتلاقي اللوجو ده موجود على العلبه بتاعت الكابل، والنقطه الثانيه ودي الاهم ان ابل عامله ليست بكل الكابلات اللي واخده الشهاده دي. هسيب اللينك موجود في الديسكريبشن او موجود في البايو او موجود على جمالصبري.com، تقدروا تدخلوا وتدور على اسم الكابل اللي انت بتشتريه. لو لقيت الكابل موجود في المكان ده يبقى الكابل بتاعك فعلا واخد الشهاده بتاعت الMFI. رقم 3، انت لازم تفضي بطاريه الايفون 100% قبل ما تشحنه تاني. وفي الحقيقه ده كلام مش مظبوط، لان بطاريه الايفون بتختلف عن بطاريات النيكل كادميوم مثلا، بطاريات العربيات. بطاريه الايفون مصممه بشكل يخدمك انت بالشكل اللي انت تحب تستخدمها بيه، بمعنى انك ممكن لو عاوز تشحن الموبايل 100% براحتك، عاوز تشحن الموبايل 10 دقايق عشان مستعجل وتاخد الموبايل بتاعك وتخرج مثلا براحتك، مفيش اي مشكله، ده مش هيأثر على عمر البطاريه طالما انت بتحافظ على الايفون بتاعك من الحراره وبتستخدم كابل كويس. فاستخدم الموبايل بالطريقه اللي انت عاوزها، لان في الحقيقه الايفون مصمم علشان يخدمك مش العكس. رقم 4، اخلع الكفر بتاع الايفون وقت الشحن. وفي الحقيقه دي معلومه مظبوطه، ابل بتقول الكلام ده على موقعها الرسمي، بتقول ان في بعض الانواع من الكفرات بترفع درجه حراره الايفون وقت الشحن. طيب انا اقدر اعرف منين ان الكفر بتاع الايفون بتاعي او الجراب بتاعه هو من الانواع اللي بتسخن الايفون ولا لا؟ الموضوع ببساطه انك بتتابع الايفون وانت بتشحنه، لو حسيت ان درجه الحراره بتاعته بتعلى بشكل ملحوظ
فاخلع الكفر، غير كده استخدم الكفر بتاعك عادي جدا مفيش اي مشكله. وانا شخصيا بشيل الايفون بتاعي من الكفر اول لما بركب العربيه، وخاصه في الايام الحر، لان العربيه من جوه درجه حرارتها بتبقى عاليه جدا، بتكون معديه ال 40. كمان بوصل الموبايل بتاعي بالعربيه، كل الحاجات دي بترفع درجه حراره الايفون وبتخليه ممكن يبقى تقيل في الاستخدام. فلما بشيل الكفر انا بحس ان في تحسن كبير جدا حصل في الايفون. رقم 5، اشحن الايفون وهو على وضع الطيران. وفي الحقيقه المعلومه دي ما نقدرش نقول عليها صح وما نقدرش نقول عليها غلط. هو الاعتقاد هنا ان انت لما تشحن الايفون وهو على وضع الطيران ده بيخلي شحن الايفون اسرع الى حد ما، لان اللي بيحصل لما تشغل وضع الطيران انت بتفصل كل الاتصالات الوايرلس اللي موجوده في الايفون. يعني مثلا ما بيبقاش فيه واي فاي، ما بيبقاش فيه اتصال بشبكه الموبايل، فكل ده بيقلل من الاستهلاك، ولما يقل الاستهلاك بالتالي بتحس ان شحن الايفون بيكون اسرع. بس انا رايي الشخصي لو انت بتعمل الكلام ده لاي سبب طارئ افصل الموبايل احسن، لانه برضو وضع الطيران بيخلي الشاشه بتستهلك شويه من البطاريه، في برامج برضو بتكون شغاله ممكن تستهلك من البطاريه. لكن لو انت بتستخدم شاحن سريع فكل الاستهلاك اللي احنا بنتكلم عليه ده لا يذكر، ومفيش اي داعي او ضروره ان انت تعطل نفسك وتحط الموبايل على وضع الطيران. رقم 6، انت لازم تفعل نظام توفير الطاقه بشكل مستمر، ودي نقطه مش صحيحه، او بمعنى تاني انت مش المفروض تفضل مشغل الخاصيه دي بشكل مستمر. هي في الحقيقه مش هتسبب اي ضرر للموبايل، بس الفكره كلها ان انت بتفقد كتير من الخصائص بتاعه الايفون، لانك لو جيت تشوف ايه نمط توفير الطاقه ده هتلاقي ان ابل موقفه مزايا كتيره بتستهلك من بطاريه الايفون. يعني على موقع ابل الرسمي بيقولوا ان نمط توفير الطاقه ده وهو شغال بيعطل حاجه مثلا زي ال 5G، بيقلل اضاءة الشاشة، بيقلل تردد الشاشة، وبيعطل مزايا تانية كتير غير المزايا دي. وطبعا وجود مزايا زي دي بيخلي استخدام الايفون بتاعك احسن بكتير. فمش صح ان يبقى الطبيعي بتاعك انك موقف كل المزايا دي، لانك كده هتبقى عامل زي اللي معاه عربية بورش واخره بيمشي بيها بسرعة 30. الخلاصة ان نظام توفير الطاقة ده معمول مخصوص علشان يطول شوية في عمر البطارية لو هي قربت تفضى، وهتلاقي ابل اصلا بتقترح عليك ان انت تشغل النظام ده اول ما نسبة البطارية توصل 20% علشان يطول شويه في عمر البطاريه، وبتقفل الميزه دي اوتوماتيك اول ما نسبه شحن البطاريه توصل ل 80%. فده ببساطه مش معناه انها ميزه المفروض تبقى شغاله طول الوقت. رقم 7، الشحن السريع بيبوظ البطاريه، ودي واحده من الخرافات المشهوره جدا. طيب هو ليه الكلام ده مش صح؟ الكلام ده مش صح لان شركه ابل وكل الشركات عموما دلوقتي بيتنافسوا بشكل جامد جدا في الشحن السريع، وكل اجهزه الايفون اللي موجوده في اخر 4-5 سنين دي هي مصممه ان هي بتشحن بشكل سريع مع الحفاظ على عمر البطارية. طيب ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل لان ابل عاملة سرعتين للشحن، نمط شحن سريع ونمط شحن بطيء. الشحن السريع ده بيشحن البطارية بتاعة الايفون لحد لما يوصل ل 80%. اول لما بيوصل ل 80% بتحول لشحن البطيء وبيكمل ال 20% اللي باقيين. طيب هي ليه ابل عاملة سرعتين للشحن؟ اولا الشحن السريع اللي هو بيوصلك لحد 80% ده علشان يبقى عملي وينجزك، انت عاوز تروح مشوار فتلاقي الموبايل بتاعك بيشحن بسرعة. اما ال 20% الباقيين بيشحنهم بسرعة بطيئة علشان ما يرفعش درجة حرارة البطارية وبالتالي يحافظ على عمرها الافتراضي. رقم 8، اقفل التطبيقات عشان تقلل من استهلاك البطارية، ودي طبعا خرافة لان العكس هو اللي صحيح. الخرافة دي بتقول ان انت لو عندك 10 او 20 برنامج مفتوحين عندك في الخلفية فده بيزود من استهلاك البطارية، وبالتالي لما تقفلهم هيقلل من الاستهلاك بتاع البطارية. والحقيقة ان الايفون بيقدر يخلي البرامج دي موجودة في الخلفية من غير ما تستهلك حاجة من البطارية، وده علشان لما تيجي تنقل من البرنامج اللي انت شغال عليه لاي برنامج تاني تلاقيه شغال معاك عادي جدا، مش محتاج ان انت تفتحه من اول وجديد. وده بيخلي فكرة ان انت تقفل البرامج وترجع تفتحها تاني بيستهلك اكتر من البطارية. حاجة كده زي ما يكون عندك فرن في البيت، الوقت والطاقة اللي انت بتستهلكهم علشان تسخن الفرن ده بتبقى اكتر بكتير ان انت تفضل بس محافظ على درجة حرارة الفرن. فالخلاصة استخدم التطبيقات زي ما انت عاوز، مفيش اي داعي ان انت تقفل التطبيقات المفتوحة، ممكن بس تقفل التطبيق لو هو فيه مشكلة او فيه اي ميزة مش شغالة. رقم 9، ما تستخدمش الايفون وهو على الشاحن. الكلام ده كان صحيح قبل كده، ولكن في اخر سنتين ابل نزلت شوية تحديثات بتحمي الايفون من النقطة دي. طيب هو ايه اصل الموضوع ده؟ الموضوع ده اصله ان انت لما بتيجي تشحن الايفون بشواحن سريعة كان الى حد ما بيسخن الايفون، فلما تيجي انت كمان تقوم مستخدم الايفون وهو درجة حرارته عالية فده بيزود درجة حرارة الايفون وبالتالي ممكن يعمل مشكلة في البطارية. ولكن ابل في اخر سنتين نزلت شوية تحديثات ممكن توقف الشحن بتاع الايفون تماما لو حست ان درجة الحرارة بتاعته بتعلى، وكل ده طبعا علشان تحافظ على العمر بتاع البطارية. فالخلاصة استخدم الايفون
بتاعك زي ما انت عاوز، حتى لو هو على الشاحن ابل هتظبط الدنيا، ما تقلقش على البطاريه. اقصى حاجه ممكن تحصل ان الشحن هيكون بس بطيء شويه. 10 ما تشحنش التليفون وهو تحت المخده او متغطي باي حاجه، وده في الحقيقه كلام مظبوط، لان النقطه دي زي النقطه بتاعه الكفر بتاع الايفون اللي ممكن يسخنه وقت الشحن. وبرده ان انت لما تحط الايفون بتاعك تحت المخده او متغطي باي حاجه، ده برده ممكن يرفع درجه حراره الايفون وقت الشحن. طيب المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انت لما تيجي تشحن الايفون ما تحطوش تحت مخده او يبقى متغطي بحاجه، يبقى موجود على ترابيزه ومكان التهويه بتاعته كويس. طيب حد ممكن يقول لي انا الضوء بتاع الشاشه بيضايقني بالليل وانا نايم، فالموضوع سهل، ممكن تحله ان انت تحط الايفون بتاعك على وضع النوم، او ان انت تقلب الشاشه بتاعت الايفون لتحت. بس كده. يا ريت تقولي في التعليقات كان في اي حاجه غلط بتعملها وانت بتشحن الايفون بتاعك ولا لا.